سباق المعادن النادرة، مين هيحكم اقتصاد المستقبل؟ القصة هتبدأ من جيبك. تخيل معايا ان الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك دلوقتي البطارية اللي جواه فيها ليثيوم جاي من بوليفيا، وكوبلات من الكونغو، ونيكل من اندونيسيا، وجرافيت من الصين، والمعالج اللي شغال عليه الاي اي معمول من معادن نادرة انتاجها العالمي كله بالملي جرام. جهاز واحد اتحول لسفرية داخل 4 قارات، تنافس تكنولوجي، سباق اقتصادي، وممكن في المستقبل يبقى سبب حرب. وهنا هتبتدي حكايتنا. ليه المعادن النادرة بقت كنز العالم الجديد؟ في آخر 10 سنين العالم دخل أكبر تحول صناعي من يوم اختراع المحرك، علشان كل الصناعات الجديدة من العربيات الكهرباء للذكاء الاصطناعي للطاقة المتجددة محتاج النوع ده من المعادن. أرقام بتوضح حجم التغيير. سوق البطاريات وصل في سنة 2024 لأكثر من 126 مليار دولار. عدد العربيات الكهرباء في العالم عدى 45 مليون عربية. استهلاك الليثيوم زاد أكثر من 300% بآخر 5 سنين بس. الصين لوحدها بتمتلك من 70 ل 90% من سلسلة التوريدات في بعض المعادن. يعني اللي يمسك المعادن يساوي يمسك المستقبل كله. سيطرة الصين إمبراطورية على معادن العالم. الصين النهاردة بتتحكم في 70% من عملية تكرير الليثيوم عالميا، ب 73 من تكرير الكوبلت، و90% من تصنيع الغرفة الصناعي، و60% من إنتاج العناصر الأرضية النادرة. بتسيطر على أكثر من 35% من مناجم الكوبلت في الكونغو من خلال شركات تمويل غير مباشرة. كل ده مش صدفة. الصين بتشتغل على خطة من التسعينيات اسمها السيطرة على الموارد المستقبلية. أمريكا وأوروبا شايفين إن ده بقى سلاح اقتصادي ممكن تستخدمه الصين زي قطع النفط السبعينيات. ظهر الغرب. هل الصين هتخنق التكنولوجيا؟ في 2023 الصين أعلنت قرار بمنع تصدير الجولاديوم والجرمانيوم، دول مهمين في صناعة الرقائق الإلكترونية. القرار ده لوحده هز السوق العالمي، وبعدها أوروبا وأمريكا بدأوا يستنجدوا بدول تانية، استراليا، كندا، جنوب أفريقيا، وتشيلي وبوليفيا والمغرب. والدول دي فجأة بقت لاعب رئيسي. ليه؟ لأن من غير المعادن مفيش شرائح إلكترونية، ومن غير شرائح إلكترونية مفيش ذكاء اصطناعي، ومن غير ال AI مفيش اقتصاد حديث. الليثيوم هو النفط الجديد. العالم بينتج النهاردة حوالي 180 ألف طن ليثيوم سنويا. أكبر 3 دول عندهم ليثيوم بوليفيا 21 مليون طن احتياط، والأرجنتين 20 مليون، وتشيلي 11 مليون. المنطقة دي اسمها مثلث الليثيوم، وهي بتمتلك أكتر من 60% من احتياطي العالم. وفي نفس الوقت شركات البطاريات الصينية زي كاتل وBYD بتمول المناجم هناك عشان تسيطر عليها. الكوبلت معدن الضم. إنتاج الكوبلت العالمي حوالي 230 ألف طن سنويا، أكتر من 70% منه جاي من الكونغو. لكن المصيبة تقارير الأمم المتحدة بتقول إن ربع المناجم فيها عمالة أطفال وشغل خطير ومشيليات مسلحة بتسيطر على أجزاء من الإنتاج. معظم الإنتاج ده بيروح مباشر لشركات صينية للمعالجة. معنى كده إن أي عربية كهربائية في العالم غالبا فيها معدن خرج بمنطقة نزاع. إندونيسيا عملاق النيكل الجديد. إندونيسيا بقت أكبر منتج نيكل في العالم، أكتر من 52% من الإنتاج العالمي سنة 2024. ليه النيكل مهم؟ لأن 60% من تكلفة بطاريات العربيات الكهرباء جاي من معادن البطاريات، والنيكل واحد منهم. بالتالي اندونيسيا بقت لاعب عالمي لا يمكن تجاهله، والصين دخلت تستثمر هناك بمليارات عشان تضمن الامدادات. المغرب النهارده واحدة من اهم دول في سلاسل الامداد العالمية. عمق سياسي واقتصادي مع اوروبا. شبكة صناعة سيارات ضخمة حوالي 560 ألف عربية سنويا. اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. وفي 2024 أعلنت الحكومة المغربية اكتشاف رواسب جديدة من المعادن النادرة في سيدي إنفي في الصحراء. ده بيدي المغرب مكان استراتيجي غير مسبوق في المستقبل. فين مصر من سباق المعادن؟ وهل في فرصة ولا لا؟ مصر لسه مش لاعب كبير في المعادن النادرة، لكن عندها فرصة ضخمة لو استغلت 3 عناصر. الصحراء الشرقية فيها مناطق واعدة لعناصر نادرة بحسب هيئة الثروة المعدنية. قناة السويس ممكن تبقى مركز تكرير وشحن الموارد الخام بين آسيا وأوروبا. استثمار في الطاقة الشمسية والرياح، وكلها صناعات محتاجة معادن نادرة. اللي بيحصل النهاردة في العالم فرصة تاريخية لمصر لو دخلت بدري بدل ما تفوتها زي ما فاتها ثورة تكنولوجيا الإلكترونيات في التسعينيات. العلاقة بين المعادن والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي محتاج رقائق إلكترونية وبطاقات رسومية وسيرفرات ضخمة، شبكات كهرباء قوية. كل ده محتاج المعادن النادرة. يعني اللي يمسك موارد المعادن يمسك مفتاح الذكاء الاصطناعي. وده السبب ان امريكا والصين داخلين في سباق على الرقائق
والمعادن في نفس الوقت. هل معارك المستقبل هتكون معارك معادن؟ لو نفتكر في القرن اللي فات الحروب كانت على النفط والغاز وعلى المواني والممرات البحرية، لكن القرن الجديد هيكون على الليثيوم، الكوبلت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، واللي هيكسب السباق ده ممكن يبقى هو اللي هيقود الاقتصاد العالمي ل50 سنة قدام. الحلقة دي مش بس رحلة في الجغرافيا والاقتصاد، دي محاولة نفهم فيها مين هيمسك مفاتيح المستقبل. وانت كمستمع لازم تبقى فاهم ان كل جهاز في بيتك جزء من معركة اكبر مني ومنك، معركة هتحدد شكل القوة العالمية وممكن تغير حياتنا في العالم العربي كمان. استنوني في حلقة جديدة من فلوس الناس مع احمد عاشور.